السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي ناخدو جولة سريعة في 4 الملاعب مغربية كتشهد تطور كبير في الأشغال، وهي ملعب البريد بالرباط وملعب مولاي الحسن وملعب طنجة وأخيرا ملعب مولاي عبد الله بالرباط، وكلها داخلة في سباق الجاهزية قبل كأس إفريقيا 2025. أولا ملعب البريد الرباط. اليوم كاين تقدم واضح وكبير في مرحلة التسقيف، بحيث ولا باين السقف في جهتين ونصف تقريبا، يعني المظهر العام بدا كيتشكل وكيعطينا فكرة على الشكل النهائي للملعب. أما في وسط الملعب كاينه أشغال ديال تسوية الأرضية والتحضير المسبق لوضع الطبقات وقنوات صرف المياه. وعلى مستوى المدرجات مازالت عملية دهن وصباغة المدرجات متواصلة، تمهيدا لتركيب دعامات الكراسي والكراسي في أقرب وقت. ثانيا ملعب مولاي الحسن الرباط. من أهم المستجدات اليوم في ملعب مولاي الحسن هي بداية تركيب الكراسي، وشفنا أول عينات في المدرجات فيها اللون الأحمر والأخضر اللي ممكن يكونوا تلميح لتصميم المدرجات النهائي. وفي الأرضية بدات وضع أولى الطبقات واللي كتسبق مرحلة العشب، يعني الميدان بدا كيدخل المرحلة الأخيرة قبل العشب. ثالثا ملعب طنجة. رسميا نهاية مرحلة رفع الهياكل الفولاذية ديال السقف، تم تركيب 30 هيكل بالتمام والكمال، والآن كاين ترقب المرحلة الموالية بحال الربط بين الهياكل، تمديد السقف وتجهيز ممرات الصيانة وحتى تغليفه بشكل نهائي. يعني المشروع دخل مرحلة متقدمة وحاسمة. رابعا ملعب مولاي عبد الله الرباط، واحد من الملاعب اللي كتشهد أكبر تقدم في الأشغال. الواجهة الخارجية باينة بزاف وكتقرب النهاية، والسقف تم تغطية عدة جوانب فيه وباقي كيتكمل. أما في الداخل الأشغال تقريبا وصلت اللمسات الأخيرة، العشب واجد، الكراسي كذلك، بقاو فقط اللمسات الأخيرة ويكملوا، والشاشات والإنارة الداخلية جاهزين تقريبا. الخلاصة، 4 الملاعب كيدخلوا مراحل حاسمة والأشغال كتسابق الزمن، وكل المؤشرات كتقول أن المغرب غادي يكون حاضر بقوة في تنظيم كأس إفريقيا. خليو لنا آراءكم في التعليقات. شنو هو الملعب اللي بان لكم الأسرع، وشنو هو اللي كيعجبكم أكثر من ناحية التصميم؟ وما تنسوش الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديدنا يوم بيوم. تحياتي لكم ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.